تعالوا حبايبي نشوف ايه الدرس بقى بتاعنا الجديد الجميل ده. الاول تعالى اوريك انا حاطه لك ايه في المذكره. الرسمه دي واخداها من نجوى. ده واحد راجع بالوراني بيقول له what are you doing، فبيقول له I like to go backward in this condition، يعني الكونديشن دي مش عجباني فانا هبدا ارجع backward. يعني المفروض ان ده ماشي كده forward، فده ايه عمال بيرجع، عمال بيرجع لورا. فبيقول له ايه انا بحب امشي في الاتجاه العكسي يعني. تمام. جايب لك حبايبي irreversible reaction. الظاهر شاف حاجه خوفته. irreversible جايب لك الرياكشن، وجايب لك حبايبي واحد اكزامبل اهو. بص كده، بتعلم انا ان الكومبشن رياكشن irreversible. بتعلم انا ان النيوتراليزيشن، عشان حبايبي ايه هيسجلوا الكلام ده معايا. النيوتراليزيشن لما يكون الرياكشن بين سترونج اسيد زائد سترونج بيز حبايبي لازم يكون irreversible. بتعلم ان البريسبتيشن رياكشن irreversible. فحبايبي الحلوين ياخدوا بالهم من الكلام ده. تمام. طيب الirreversible جايب لك ايه؟ واحده فيزيكال، واحده فيزيكال اللي هي دي، واحده كيميكال اللي هي دي. يبقى واحده فيزيكال between الليكويد ووتر والايس بتاعها اللي هو السوليد بتاعها، واحده كيميكال، واحده اهو سوليد بيتكسر الاثنين جاسس ورايح جاي. تمام. وجايب لك تفاعل برضه هناخده النهارده مهم قوي بتاع النيتروجين دايوكسيد، وده هيربطوا لك حبايبي بيونت 2. ليه؟ لان احنا عارفين ان ده ريدش براون، صح؟ ريدش براون، يعني احنا عارفين ان لون الجاس ده براون، فالنهارده هنقعد نتكلم عليه كتير. ده براون وده كولرلس، كولرلس يعني ملهوش لون. وبراجع لك على الجراف بتاع الاكس والاندو، مهم جدا علشان محتاجاه النهارده. يعني لما اكون بادئ برياكتنت طاقه قليله وابلع الطاقه دي، بص انا عشان اطلع فوق لازم ابلع يعني اخد، يعني يعني الطاقه لازم تتاخد وتدخل جوه عشان اطلع البرودكت. يبقى التفاعل ده اندوثيرميك حبايبي، يبقى في انرجي كتيره كونسيومد في البوند بريك هنا. طب ولما اكون انا كرياكتنت الطاقه بتاعتي عاليه، مخزن كيميكال بوتنشال عالي، كيميكال بوتنشال عالي وربنا كرمني، وبعدين اخسر الطاقه دي، انرجي نايذر كرييتد نور ديسترويد، فين اللو اوف انرجي كونزرفيشن؟ قال لك خلاص يا عم، يبقى الطاقه دي هنحولها لك من كيميكال لهيت، وهتكون اوت يعني هتطلع بره، يعني اكسو، وده يبقى اسمه اكسوثيرميك رياكشن. يبقى حبايبي هنا في التفاعل الاكسو الرياكتنت ايكوال البرودكت زائد الهيت، يبقى الهيت موجوده في البرودكت. اما هنا الرياكتنت وبعد ما تبلع هيت يا دوب تطلع البرودكت، يعني الهيت موجوده في الرياكتنت. ناخد بالنا من الفرق حبايبي ما بين الاثنين دول. وكمان النهارده هنتعلم ان الدلتا اتش بتاع الاندو بيكون ليها بوزيتيف فاليو، والدلتا اتش بتاع الاكسو بيكون ليها نيجاتيف فاليو. فدي حبايبي مراجعه حته مهمه قوي قوي على الجزء بتاع سنه اولى ثانوي علشان النهارده محتاجينه. تمام الشطار. تمام. بعدين جايبه لك بقى ايه على الريت بتاع الرياكشن. بص كده برضو دي رسمه دي بتاعت نجوى. جايب لك مثلا الليد بطيء شويه علشان هو تحت شويه في الالكتروكيميكال سيريس، بس مش تحت الهيدروجين، بس تحت شويه هنا كده. فتلاقيه بطيء شويه ورخم وقاعد بص عمال يبص على ده وغيران، وهو مطلع كام دورياه بس في القاعه كده وقاعد حاطط ايده في وسطه. اما بقى المغنيسيوم عمال بيتفاعل بسرعه لانه اكتف شويه وموجود فوق. فاهمين؟ فده بقى ايه عمال يعد الوقت وكده، فايه برضو ايه رسمه ظريفه. وجايب حبايبي الديفينيشن بتاع الريت، واجمل حاجه بقى في الدنيا انه جايب الميجرنج يونتس المختلفه. يعني بيتقاس بالجرام بير سكند، ويتقاس بالمول بير سكند، ومولاريتي بير سكند، وفوليوم بير سكند، كل ده جايبه. وحاطط القوانين بتاع الريت، وحاطه لك مساله جميله قوي قوي بتتكلم اهو على سنجل سبستيتيوشن مع اسيد، وبيسالك الاول التايب بتاع الرياكشن ده ايه؟ التايب بتاع الرياكشن ده بيطلع جاس بيسكيب، يبقى انت رايك ايه؟ كومبليت، برافو، فرح شطوره حبيبتي. measure the rate of the reaction if، يعني كده ايه؟ ده بي ده منه واحد، منه اتنين، منه تلاته، منه اربعه. يلا اما اشوف حبايبي الحلوين هيعرفوا يحلوا معايا ازاي. قالتك جنبك لما يكون حبايبي 4 جرام من المغنيسيوم completely consumed in 30 seconds، لازم حبايبي يحدد لي هو الميجرنج يونت اللي عاوز يطلع بيها الناتج. ايه رايك لما يقول لك مول بير سكند؟ يبقى الريت استاذ محمد، استاذه هبه، نمبر اوف مولز حبيبتي على التايم. شوف الجمال. طب لما يقول لك جرام بير سكند، ايه ده؟ ده انت بتهزر والله. ماس بير تايم بالسكند. شوف ازاي. يبقى هو لما يحدد لك الميجرنج يونت، طب بص هنا مولر بير سكند، يبقى انا عاوز مولاريتي بير تايم. فاهمين ازاي؟ يبقى انا من الميجرنج يونت انا بعرف اجيب الناتج بتاع الريت. طب هنا مولز، خد بالك فور وهو بيتكلم على المغنيسيوم، انا المفروض اكون قايله لك ان المغنيسيوم ايكوال 24، انا عاطيه لك دي كده. تمام. فانت تقول 4، برافو عليكم جميعا، على 24 حبايبي ديفايدد 30، بس كده. يبقى كل ده. طب ولو انا قلت لك جرام بير سكند، انا عاوز ال 4 جرام بس، يبقى انا عاوز ال 4 ديفايدد 30 بس، ما انا عاوز بالميجرنج يونت دي. تمام حبايبي.
طب بيقول لك if the concentration of sulfuric acid decreased from 2 الحلوين حلوها في الوافي دي in 1 second ده عامل ايه؟ دي مولر ودي مولر، يعني انا عاوز مولاريتي على التايم 5 بس انا لازم اعمل سبتراكشن لدولت، مش دي لسه خلينا في الوافي صح الحلوين؟ يبقى انا اعمل سبتراكشن ازاي؟ 1.3 minus 0.5 بس divided 5 بس كده علشان تطلع يا هاجر مولر حبيبتي بير سكند. شفتي السهوله؟ طب if the concentration of magnesium sulfate concentration مرة تانية بيكلمني على واحد تاني عادي جدا، هل تفرق معايا؟ increased بقى، واخدين بالكم ان ده increased من 1 مولر ل 0.7 لان ده برودكت in 3.5 هي والله على فكرة والله ما هو عاوزها مولر، مولر يعني molarity per time، molarity يعني 0.7 minus 0.1 اوعى تحط ايه الصغير الاول، انا عاوز رقم بالبوزيتيف عادي، يعني مش هشغل بالي هنا زي ما اتفقنا مش هنشغل بالنا بالنيجاتيف دي خالص، على 3.5 حبايبي وطلع الناتج. طب يا مس ينفع فوليوم؟ مش هو قال لك لتر بير سكند، انت مالك انت مالكش دعوه، ريت ايكوال فوليوم بس وما دام بالليتر على التايم. طب بص الجمال لما يقول لك لما الفوليوم 6.7 ديفايدد 5 سكند، ايه رايك؟ كل الانواع، يبقى دي كده مساله كل الانواع. انت بقى هتلاقي المذكره الجميله دي فيها كميه مسائل كل الانواع، يعني ايه كده بحيث ان ما تلاقيش نوع ان شاء الله واقع منك يا محمد، يبقى كده يا بابا كل انواع الريت في مساله واحده، خلصنا الريت خلص كده الريت. يلا نبدا درسنا الجميل. يا هبه حبيبتي يعني يا بابا يعني هنا في اللي احنا بنعمله ده دلوقتي في مسائل الريت مش محتاجه النيجاتيف يا قلبي، انما في حالات تانية لما هحتاجها لا انا هقول لك ما تخافيش، تمام، لكن انا هنا مش محتاجاها. طيب حبايبي الحلوين يلا نخش النهارده على حاجه اسمها لو شاتيلير برنسبل. مين لو شاتيلير ده؟ لو شاتيلير ده عالم فرنسي، وحبايبي الراجل ده قال العيل اللي بيشبط والحته دي الحته ايه يا نور حبيبتي؟ اللايت صح والله عندك حق، كان في جزء بتاع اللايت. طب خليني يا نور اخلص لو شاتيلير يا قلبي واشتغل اللايت، حاضر جدع ان انت فكرتيني. اللايت جزء بتاع اللايت الافكت بتاع اللايت انا افتكرت كده. بابا بيقول ايه الراجل ده؟ بيقول الشرط ان انت تكون شغال على سيستم في ايكوليبريم. سيستم في ايكوليبريم يعني ايه سيستم في ايكوليبريم؟ يعني سيستم بدأ لو انا راسم جراف على الريت حبايبي، ركز ركز ركز، وده التايم. اشمعنى مس اخترت الريت عشان ارسم جراف واحد؟ ليه وانا عبيطه عشان ارسم جراف على الكونسنتريشن ومرسم ثلاثه؟ مين اللي فاهمني؟ يعني انا لو جيت ارسم حاجه تعبر عن الايكوليبريم ارسم على الريت ولا ارسم على الكونسنتريشن؟ لا ارسم على الريت، هو واحد بس كفايه عليا واعملهم كده. انما انا لما اجي ارسم عن الكونسنتريشن اعمل واحد كده وواحد عامل كده، وارسم واحد كده وواحد، ده ملل ده حاجه تطفش، فاهمين يا شباب؟ وارسم واحد ايه ده كده وده يا دوب نزل كده، يعني لا انا ارسم ليه كونسنتريشن؟ لا انا ارسم ريت واريح دماغي. ده معناه حبايبي ايكوليبريم. يبقى يعني ايه ايكوليبريم؟ كلمه ايكوليبريم دي نفسها عاوزه تتفسر. ايكوليبريم حبايبي يعني الريت بتاع الفورورد ده قد الريت بتاع الباكورد. مش معناه ان الكونسنتريشن قد بعضه، مش معناه ان الكونسنتريشن قد بعضه، لا، ولكن الكونسنتريشن اصبح كونستانت، يعني بقى في خط كده هوريزونتال كده، لا ده بيتغير ولا ده بيتغير. على فكره apparently static ولكن في الحقيقه هو دايناميك، يعني هو بس للعين المجرده يبان انه ثابت عشان خط، انما هو في الحقيقه ده رايح وده راجع. بيقول ايه بقى الراجل ده؟ بيقول لك لما يكون عندك سيستم ات equilibrium، ماشي، لما اعمل تشينجنج لاي واحد من الثلاثه دولت، يبقى النهارده هندرس كام واحد؟ واحد اتنين ثلاثه، concentration pressure temperature. قال لك لما اغير اي حاجه في الثلاثه دول the system is activated to the direction which decrease or cancel the change. زي ما اتفقنا وقلت لكم زمان، انا معايا طفل صغنن عاوزه اوكله علبه زبادي عشان انا عندي ابني وبيعمل نفس الكلام وانا بعمل معاه نفس الحركه، عاوزه اوكله اليوجرت ده. طيب اعمل ايه؟ شطوره يا هاجر، اعمل ايه يا بابا؟ حبيبي خد كل، لا يا حبيبي كل عشان سنانك وصحتك وعظمك، لا. طيب امسكها انا كلها واخبيها في مكان فوق بعيد. بالظبط بيشبط، انا عاوز من دي، لا دي مش ليك دي للكبار بس، لا انا عاوز من دي ويعيط. يبقى ايه اللي بيحصل؟ ان الرياكشن انت بتعمل حاجه هو بيخالفك، فانا لما يحصل تغيير في الكونسنتريشن او البريشر او التمبريتشر، الرياكشن بيمشي في السيستم اللي بيديكريز او بيكنسل الافكت ده. ليه؟ لان هدفه يرجع تاني للايكوليبريم. انت لخبطت له الدنيا في حاجه من الثلاث حاجات دول، يا لعبت في الكونسنتريشنز بتاعت الرياكتنت او البرودكت، يا لعبت في البريشر زي ما هنشوف، يا في التمبريتشر بتاع التفاعل. فهو هدفه يعمل ايه؟ عارف انت، هقول لك على حاجه ظريفه قوي، عارف لما يبقوا كفتين قد بعض، كفتين ميزان قد بعض وخلاص وصلت الايكوليبريم، رحت انا حاطط هنا سنجه،
راحت الكفه دي نازله وهبطانه، تروح انت عامل ايه؟ حاطط هنا شويه فاكهه، تروح ايه؟ طالعه، فيا دوب يتوازنوا تاني، اروح انا حاطط سنجه تانيه، طب اروح انا شايل سنجه، تروح انت شايل من الفاكهه، عارف انت اللي هو هدفنا لازم نرجع التوازن. اشوف انت عملت ايه عشان عكسك بسرعه، علشان نرجع تاني لحاله الايكوليبريم. هو عاوز يرجع لها تاني. ايه يا حبايبي الفاكتورز اللي بتاثر على الايكوليبريم؟ في الريفرسبل رياكشن لازم شرط التفاعل يكون ريفرسبل طبعا، يعني خلاص مش هنتكلم على الكومبليت تاني النهارده ابدا، بنتكلم على ده بس. قال لك الكونسنتريشن والتمبريتشر والبريشر، لما نخلص البريشر نبقى ان شاء الله خلصنا الدرس. كونسنتريشن هنتكلم على حاجه اسمها لو اوف ماس اكشن، زي اللو اوف انرجي كونزرفيشن، ده اللو اوف ماس كونزرفيشن برضه. ودول اتنين علماء مهمين قوي حطوه، واحد اسمه واج وواحد اسمه جولدبرج. يبقى النهارده كده اخدنا لو شاتيلير، ده عمل البرنسبل بتاعه. كمان نتكلم على اللو اوف ماس اكشن، اصحاب اللو اوف ماس اكشن واج وجولدبرج، علشان هيجوا لنا في الاسئله. تعالوا نمسك الكونسنتريشن. زي ما قلت لك انا هشرح حاجه صغيره قوي بالفيديو يعتبر، وبعدين هبطل شرح ونبدا نحل. بصوا حبايبي، التفاعل الشهير جدا 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 والمهم جدا واللي هيتحفظ كمان، اولا علشان الوانه، الاف اي سي ال 3 ده فينت يلو. مس كده المركب ده جه في يونت 1 حبايبي، ده حبايبي هقول لك جه في يونت 1 فين، وجه في الاورجانيك يونت 5 اللي كنا بنديتكت بيه الفينول. اوعى حد ينسى الازعاج بتاع الفينول والفايلوت كولر ده، محدش ينساه ابدا ابدا. وكمان حبايبي هنا في يونت 3 فينت يلو، ولما يتحط على امونيوم فايوسيانيت، خد بقى الاسم ده فايوسيانيت، فاحنا هنحفظ اسمها اس سي ان حبايبي، دي اتوميك جروب على بعضها والفالنسي بتاعتها نيجاتيف 1. يحصل ايه يا شطار؟ دبل سبستيتيوشن، الاف اي تاخد على بعضها اس سي ان. واخد بالك اف اس سي ان ده؟ حبايبي الحلوين عارفين من يونت 1 على فكره، ده ان اورجانيك ما تخافوش، ان مركبات الحديد وهو بلس 3 بتبقى كالرد صح؟ علشان ما شاء الله عليه كده عنده امبيرد الكترون والحركات بتاعتنا اللي احنا عارفينها دي، وده بيبقى عنده 5 امبيرد اصلا، فده جامد جدا. اللون بيتحفظ، ده بلادي ريد. طب وبعدين ال NH4 تاخد السي ال، تبقى NH4 سي ال. يبقى شطوره، هنبدا ان شاء الله نراجع عليها قريب خالص، دي جهزوا نفسكم. يبقى حبايبي تعالوا اعلمك نكتبها من غير ما ما ناخد مجهود. ده المزعج ابو يلو كلر، يلو فينت كلر كده، وده اللي جاي ما شاء الله عليه في يونت 1. يونت 1 الاف اي سي ال 3 ده، ايوه يا محمد ان شاء الله بابا، اللي انا اصلا بجيبه مع في الاول خالص مع حاجه هيدروكسيد زي مثلا NaOH او NH4OH، فاكر انت؟ علشان اجيب FeOH باي 3، لان الوافي مش هتسلم منه، انت مش هتسلم من الوافي، هو بيسالك على يونت 2، يونت 1 سوري. وده بقى بالتسخين ما شاء الله عليه يديني Fe2O3، فانت مش هتسلم من الكلام ده. يبقى ده كده يونت 1 خلصنا. طيب تعالوا نجيب يونت 5. ده الاف اي سي ال 3 مع الفينول، مش علينا الحمد لله المعادله، ولكن بيستخدم في الديتكشن، بيديني فايلوت كولر، فايلوت كولر، ومش بيتفاعل لو انا معايا الكحول، مش بيدي نتيجه، فعلشان كده مميز. شكرا جدا. طيب هنا بقى ماله، ايه حكايته؟ قال لك هيتفاعل مع حاجه ملهاش لون اسمها NH4SCN، ودي اسمها امونيوم، يبقى الحته دي اسمها امونيوم، امونيوم دي لوحدها. وبعدين دي بايو سيانيت، ويتقال عليها سيانيت بس عادي، يعني امونيوم سيانيت او بايو سيانيت مش هتفرق، خليها سيانيت زي الكتاب. بابا ده تفاعل ريفرسبل، من حظنا لازم يكون ريفرسبل، لان انا مش هدرس لو شاتيلير من غير ريفرسبل. اللي يحصل الاف اي تاخد الاس سي ان، بس الاف اي بلس 3 فتفضل محافظه على نفسها بلس 3، فاف اي اس سي ان باي 3. ده بلادي ريد، لونه احمر دموي، بلادي ريد بيبقى لونه احمر جامد جدا جدا. والان اتش 4 تاخد السي ال فتبقى ان اتش 4 سي ال، واكيد ده كلرلس. البالانس مهم لان الوافي هيسالك في البالانس، يعني حبايبي دي هتعوز 3 ودي هتعوز 3، علشان بعدين لما نيجي نحسب اي حاجه. تمام. انا كده خلصت المعادله